السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايبه لكم فكره النهارده جميله. هنعمل ديكور جميل بالرنج المكسور ده. طبعا تقدر ان احنا نستغله. طبعا لو مش عندنا الرنج انا هقول لك البديل اللي تستبدلي بيه الرنج ده. انا هنا بشيل الزوايد اللي بتبقى في الجنب كده. طبعا لو انت عندك خرطوم ميه يكون سميك شويه تقدري ان انت تستخدميه مكان الرنج ده، وهيطلع بنفس الطريقه وبنفس الفكره اللي احنا هننفذها النهارده. جبت بقى كده خيط خيش، انا كده ركبت رنج في بعضه، هو كده كده بيبقى كبس. ابتديت ان انا الف بقى عليه كده خيط الخيش. الخيط اللي انا مستخدماه ده رفيع، حوالي 2 ملي. تقدري تستخدمي 3 ملي او 4 ملي، مش اكتر من كده. هبدأ بقى ان انا الف كل الرنج او الدايرة او الخرطوم اللي انا لو هستبدليه بالخرطوم هلف كده زي ما انتم شايفين، ومش هلزق، مش هستخدم الشمع كتير. كل فترة كده ابتدي ان انا اثبت بالشمع لحد ما اخلصه كده كله زي ما انتم شايفين بالطريقة دي. لحد هنا الخطوات بسيطة وسهلة. هجيب بقى اي كرتونة تكون سميكة شوية، وهبتدي ان انا اقص نفس مقاس الدايرة اللي انا استخدمتها. هقص الدايرة كده، وهحاول ان انا برضو اجيب لو كرتونة مش سميكة كفاية هجيب كرتونة تانية، يعني الزق كده كرتونتين في بعض زي ما انتم شايفين كده. انا ظبطت الدايرة على قد الكرتونة. هجيب بقى كمان كرتونة سميكة شوية. استخدمت هنا قاعدة التورتة، هي كانت اقل شوية من الكرتونة اللي انا قصيتها، بس مش هتفرق لان الجزء الاقل ده هيبقى تحت الدايرة بتاعت الرنج اللي انا هثبتها ان شاء الله عليه من فوق. ابتدي كده احط بقى شمع كده كويس واثبت كده الدايرة زي ما انتم شايفين هي نفس المقاس اللي جوه. هبتدي بقى كده اجيب قماش الخيش. استخدمت هنا شكارة، تقدري تجيبي الشكاير من اي عطار وتغسليها كويس وتستخدميها، بيبقى الخيش بتاعها جميل برضو. هبدأ بقى ان انا كده اعمل طبقتين من قماش الخيش، لان مش عايزاه طبعا قماش الخيش يشف الذهبي او الجزء اللي تحت ده، او اي كرتون متوفر هتحطيه. هبدأ ان انا كده اثبت الطبقتين على الكرتونتين. طبعا هنا انتوا عارفين ان كرتونة قاعدة التورتة بتبقى محملة وسميكة، فبنستخدمها بتبقى كويسة جدا. الفكرة اللي انا بعملها دي تقدري ان انت تعمليها مشروع، وطبعا لو انت هتعمليها مشروع هتستخدمي الخرطوم لان هتجيبي منه طبعا بالمتر، وهتبدأي انك تقيسي قطر الدايرة او قطر اللي انت هتستخدميه عشان تعملي الفكرة دي. انا بعمل معاكم دلوقتي صينية ديكور عشان تبقوا عارفين الفكرة ايه. فطبعا ممكن تعملي صينية ديكور بمقاسات مختلفة وبأحجام مختلفة. استخدمت هنا الرنج طبعا عشان هو برضه بيبقى متين شوية ومش هرميه، فبدل ما ارميه استغليته وقعدت تدويره، وهيطلع معايا الشكل النهائي هيعجبكم في الاخر ان شاء الله. انا هنا كده بثبت الطبقتين كويس على الكرتون. تقدري طبعا ان انت تستخدمي هنا غيرها، بس انا فضلت استخدم الشمع لان طبعا انتوا عارفين ان قماش الخيش بيبقى فيه ثقوب كده، فطبعا مش عايزين الغيره يبان من الثقوب دي. اثبت بقى كده كويس، وبعد كده هبتدي ان انا اقص اي زياده علشان اثبت بعد كده الطاره اللي انا عملتها او الرنج اللي انا غلفته بالخيش ده. اثبت كده، احط كميه شمع كده كويسه على ظهر الرنج، وهبدأ بقى ان انا اثبته كده على القاعدة اللي انا عملتها من الكرتون وقماش الخيش. طبعا عشان توفري على نفسك حاولي ان انت تجيبي بدل ما تجيبي بالمتر، يعني لو انت هتعملي فكرة واحدة تقدري تجيبي اي شكارة من اي عطار وتغسليها كويس وتبتدي ان انت تستخدميها من الجزء اللي بيبقى مش مطبوع. هبدأ كده ان انا بقى اقص الزوايد عشان نشوف الفكرة بعد كده هنكملها ازاي. يا ريت لو اول مره تشوفي القناه وعجبتك فكره النهارده تشتركي في القناه وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد بقدمه. ابتدت الصينيه تظهر معايا زي ما انتم شايفين، وطبعا عشان مش هرمي اي حاجه في الشكاره جبت كده الجزء ده كده بيبقى متضفر جاهز كده في الحواف بتاعه الشكاره. ابتديت ان انا اقص الحرف كله، وهبدا بقى ان انا اثبته منه هيديني شكل في الجزء ده، ومنه هيداري الكرتون ويثبت معايا الفكره من هنا. طبعا لو مش عندك ومش هتستخدمي شكارة تقدري تعملي ضفيرة، تجمعي مثلا يعني مجوز الخيط وبتبتدي ان انت تعملي الضفيرة بحيث انها تبقى سميكة شوية وتبقى طبعا سهلة عليكي لو هتعملي منها كميات. هبدأ بقى ان انا اثبت كده الجزء ده وزي ما انتم شايفين هو شبه الضفيرة كده، وفي نفس الوقت بروز لي كده الصينية من الجنب. هثبت كده كل الدايرة بتاعت الصينية، وبعد كده هنبتدي ان احنا نعمل الايدين بقى.
يا رب فكرة النهاردة تعجبكم وتقدروا تنفذوها. بيبقى ديكور بتحطيه على ترابيزة سفرة، على ترابيزة انتريه، وتحطي فيه اي ديكور عندك، فازة، كتاب، سبحة. صدقوني بيدي منظر جميل في الاخر. نبتدي بقى كده ان احنا خلصنا. هبدأ بقى ان انا كمان اغطي الظهر. جبت هنا قماش جوخ اي لون متوفر عندك، ده كان موجود عندي. هبدأ بقى كده ان انا اثبته عشان تبقى الفكرة معايا نظيفة، والصينية من وش ومن الظهر متغلفة معايا كويس. اثبت بقى كده بالشمع قماش الجوخ. تقدري لو مش عندك قماش جوخ، اي قطعة قماش قديمة او من الملابس متوفرة عندك تقدري طبعا تغطيها. وزي ما انا قلت لكم، فكرة المشروع طبعا بتبقى غير لو انت هتعملي حاجة تستخدميها عندك في البيت. طبعا كده جبت برضو نفس القطعة اللي انا استخدمتها، البرواز بتاع الشكارة ده. ابتديت ان قصيت قطعتين متساويين اللي انا هعمل بيهم الايد، وابتديت ان انا الف عليهم خيط الخيش كده عشان يدوني متانة وفي نفس الوقت شكل، واسيب كده سنتي من كل ناحية. وهبدأ بقى ان انا اثبتهم كده في جنب الصينية. يبقى انا كده عملت الصينية بفكرة سهلة وبسيطة، ما خدتش منك وقت ولا مجهود. هو بس لف الخيط اللي هياخد منك شوية وقت على الرنج او الخرطوم لو هتستخدمي خرطوم، وهتلاقي الفكرة خلصت معاكي ما خدتش اي وقت. اثبت كده الايدين. طبعا انتوا عارفين ان الحاجات دي بتبقى غالية جدا، صواني الديكور، وبالذات الشغل البوهو او الشغل البوهيمي اللي بيبقى بقماش الخيش والافكار دي. طبعا انت تقدري تنفذي كل الديكورات البسيطة دي وتستغلي اي حاجة متوفرة عندك، ويطلع في الاخر فكرة جميلة. وكفاية ان انت هتبقي انت اللي عاملاها كمان بايدك. انا كده ثبت الايد من هنا ومن هنا، وطبعا انا سبت الجزء السنتي ده عشان يديني شكل كده لنهاية الايد. زي ما انتم شايفين شكلها النهائي جميل. وتعالوا بقى هنشوف كمان هنحط لها ايه وهنحط جواها ايه. ده كده الشكل النهائي. هبتدي بقى ان انا اجيب قطعة جلد. ده هنا اللوجو بتاعي هنحطه هنا. تقدري تعملي لوجو لو انت هتعملي مشروع، وطبعا يبقى باسمك باسم البراند اللي انت عاملاه، او لو اي قطعة جلد عادية عندك بتدي شكل كده زي الجاهز. هبتدي ان انا كده احطها. ولو عايزين تعرفوا اللوجو ده انا عاملاه فين او اسم البيج اللي انا جبته منه، تقدروا تكتبوا لي في التعليقات وهبعت لكم التفاصيل. وفي كمان منه انواع، في جلد وفي خشب في اكليريك، وكل حاجه طبعا لها سعر. انا كده ببتدي ان انا احرق الشعيرات اللي بتبقى طالعه من قماش الخيش. طبعا بنفنش الشغل كده اللي بنشتغله بقماش الخيش دايما. هخلص كده كل الصينيه بالطريقه دي، وهبدأ بقى بعد كده نشوف هنحط بقى فيها ايه، ونشوف استخدامها انا هستخدمه ازاي. تقدري طبعا ان انت تحطي فيها اي حاجة متاحة عندك. بما ان احنا بقى في الخريف، ممكن نحط كده الياقصينات اللي احنا عملناها دي، تحطي معاها بقى اي زرعة، تحطي معاها اي ديكور، اي فازة. وده كده بوت زرع كنا عملناه قبل كده برضو. يا رب تكون الفكرة عجبتكم. طبعا تقدري تستغليها بكذا شكل، وتقدري انك تحطي فيها اي ديكور، تحطي فيها طقم مبخرة، تحطي فيها سبحة، كتب، تحطي فيها اي حاجة. طبعا ليها استخدامات كتير. يا رب تكون فكرة النهاردة عجبتكم. انتظروني في فيديو جديد وافكار كتير ان شاء الله. اترككم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.